يا مساء الفل، مساء الهنا، مساء السعادة. خلينا نقول ونتفق ان الطبق ده في الصيف وفي الحر، في الحر القاتل اللي احنا بادئين بيه بدري ده، اهم من الطبق ده. الطبق ده في الفطار وفي الغدا وفي العشاء. وبالنسبة للي مسافرين الحج كمان يهتموا جدا بالخضار والفاكهة. احنا عملنا الحج بتاعنا، ربنا يرزقنا الحج تاني السنة دي من حيث لا ندري ولا نحتسب. وكنا في عز الحر، كنا في شهر 8. فكانت الفاكهة بالنسبة لنا والخضار حاجة من الحاجات الأساسية. الخضار والفاكهة والعصاير اهتموا بيه جدا. وبالنسبة طبعا للولاد والناس اللي بيشتغلوا، أهم حاجة طبق السلطة. الله يكرمك، ده أهم من اللحمة وأهم من أي حاجة دلوقتي في الحر ده. الله يسعدكم جميعا ويرزقنا ويرزقكم الحج من حيث لا ندري ولا نحتسب. افتكرت واحنا بنحج من طبق السلطة ان كانت الفاكهة بالنسبة لي والخضار، كنت بحس ان انا يعني ربنا انعم عليا بنعمة كبيرة في الحر مع الخضار والفاكهة والعصاير. كانت حاجة جميلة. ربنا يرزقنا تاني، وده احنا عمالين نقول يا رب ارزقنا تاني السنة دي الحج من حيث لا ندري ولا نحتسب يا رب. ويرزقكم جميعا كل خير الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين، ويجمعني وإياكم في الدنيا وفي الآخرة في الجنة بإذن الله.